فكل الكلام ده. وبعدين انت تيجي تقول لي اصل انت، والله العظيم لا شلت من النادي الاهلي ولا فكرت في الحاجات دي، لان انا ما بشيلش دي خلاص. دي مواقف ما تاخدش النادي الاهلي بذنبها او نادي الزمالك. طب ما انا في نادي الزمالك كان في ناس تقول لك رضا عبد العال ما يلعبش، ابقى محطوط بالليل في التشكيل. ما انت كانوا بيقولوا التشكيل قبل الماتش بيوم في المحاضره اللي هي بعد العشاء، وانا اقول لهم في البيت. كنت ساعتها بنسجل فيديوهات الماتش بالفيديو، فاكر انت الفيديوهات اللي هي كانت. فكنت اتصل بيهم واقول لهم ان انا هلعب بكره، سجلوا الماتش. وانا رايح يعني، واحنا رايحين الاستاد يقول لك في تعديل بسيط، رضا هيقعد ويلعب فلان الفلاني. ده مين ده؟ ايام مين اللي كان بيشيلك في الزمالك؟ لا دي ما اعرفهاش، ولوتك وحياة ولادي ما اعرفها. بس كان اللي كان ماسك كارلوس. كان مين اللي مع كارلوس؟ كان الكابتن محمود الخواجه. بس مش الكابتن الخواجه هو اللي كان بيجيله من فوق، بتيجي الكارلوس من فوق. كان مين المجلس؟ ما كان جلال ابراهيم؟ لا ما اعرفش سنه 90 كان مين. ما هو كان في سنه 90 على فكره. الراجل كان بيحبني جدا لغايه ما في حد في الترجمه بوظ الدنيا. علاقتك ايه كانت بحسام حسن؟ كويسه هو ابراهيم. ما حصلش اي مشاكل معاه؟ لا بص، المشاكل اللي هي العاديه بتاعت حسام، يعني مثلا تعمل مثلا فيليكس يزعل يقول لك انا معاك، انا مش عارف ايه الحاجات اللي هي. لان انت اذا كان شتم ابراهيم مره وانا قلت لك الكلام ده، هو كده يعني. ولما انت تجيب جون يقول لك، يعني في ماتش الاسماعيلي اللي هو انا جبت الفاول، لا اللي هو 3-0، هو جاب جون على فكره في الماتش ده، جاب الجون التاني. فكان ساعتها مش فاكر هولمان كان مدي تعليمات ان انا اشوط الفاولات من بعيد من قريب، انا اللي اشوط الفاولات. فالمهم هو اتصاب وخرج، عايز ينزل يشوط الفاول فنزل. فطبعا هو عارف ان احنا كنا اتخصم مننا فلوس في ماتش جمهوريه شبين اللي احنا مش فاكر تعادلنا فيه ولا كسبنا فيه. كنت جبت جون فيه وكنا تعادلنا باين ولا لا، كنا كسبنا الماتش ده، بس كسبناه بالضالين. فجه فاول على ال 18 انا حطيتها جون الشوط الاولاني. جه فاول الشوط الثاني هو شاطه، يتخصم مني انا وهو، لان الراجل مدي تعليمات ان احنا ان انا اللي اشوط الفاولات، واخد بالك. فهو كان عايز يشوط، قلت له انا مش هتخصم مني، انا هشاور. فقام جاي عامل كده وجري. فرجع بقى لما دخل الجون قال لي انت عارف الجون دخل ليه؟ عشان انا اللي عملت كده. الراجل بص عليا، قلت له يا عم اعمل كده كل مره. طيب حسام حسن هينجح مع المنتخب؟ هو مين كان اكتر واحد في مصر بيطالب بحسام حسن؟ انت. اللغه بتاعتي او النغمه بتاعتي اتغيرت ليه؟ ما اعرفش. هقول لك ليه. اول هام ان هو كان شخصيته قويه جدا، تمام، مع كل الفرق اللي هو كان ماسكها، ماشي. واخد بالك. تاني هام ان كان متميز بحته الروح والحماس والاصرار، ونلعب لاخر دقيقه ولغايه ما الحكم يصفر، صح. تمام. ده بتغطي على النواحي الفنيه. طول ما انت بتجري وبتضغط والكلام ده ما بيبانش اذا كنت فني ولا مش فني. تمام. فهو فقد المستين دول، مع ان هو ما عندوش سنس ان الكرة الجميلة زي الكابتن حسن شحاتة. وما تقوليش اللعيبة مختلفة، ما احنا كل وقت وله أذان، صح. العشاء زي الظهر. لا بس هو هنا ما معهوش نفس النوعية بتاعت حسن شحاتة. طيب انت عندك 4 لعيبة بتيم النادي، بتيم كابتن منتخب حسن شحاتة كله.